فاجأتني. الإعلامية منى سامي. طبعا أول شيء أخت عراقية عزيزة على قلبي، تحياتنا. مقدمة برنامج سياسي. يعني مهما تريد تكتب، مهما تريد تنزل، مهما تريد، بالأول والأخير هي امرأة عراقية. وشفت لك يوم بحياتك إنه رجل عراقي رد على امرأة؟ لا، ما أرد عليها نهائيا. شنو اللي تريد تسويه خلي تسويه، وشنو تريد تكتبه خلي تكتبه. بالأول والأخير أفتخر إنه هاي امرأة عراقية، وراح أدافع عنها في أي محفل، إذا كان داخلي أو خارجي، أو أي عادات يتوجه لها أنا أدافع عنها. ما حزت بقلبك الله لا يوفقك؟ لا ما حزت، لأن الله يعرف من يوفق. هي شنو السبب اللي أساسا؟ هذا ممكن سؤال أنت تقدر تسألها به، يعني هذا أنا ما راح أقدر أجاوب. يعني شنو السبب وليش، هذا شيء راجع لها هو. وتحديدا المنشورات على منتخب الشباب طبيعي جدا. إن شاء الله يعطيها الصحة والعافية، ورمضان كريم عليها وعلى عائلتها وعلى كل الناس. أنا أحييك طبعا على هذا الرد. وهذا ربما البعض رأى أنه ممكن يهاجم الكابتن عماد أو لا توصل مرحلة. هذا الرياضي، يعني أوجه رسالة أقول لهم هذا الإنسان الرياضي دائما قلبه نظيف ودائما قلبه طيب وما يحقد على أخي ياسر حبيبي. أول شيء الحياة خلصانة مهما يكن، إحنا بالأول والأخير عايشين لفترة قصيرة بهذه الدنيا. أنا إذا أظل بحياتي أعاديك وعادي فلان وعادي فلان وعادي فلان وحارب وما أدري شو أسوي، أنا شنو راح أحصل من الحياة؟ حتى توفيقي من الله سبحانه وتعالى ما يجي إلا بالعمل الصالح، العمل الزين، العمل المميز. أنا ليش دائما أقول لك أنا أعمل بوطنية عالية، أنا أحب العراق، أعمل للعراق. ما حد يقدر يوم من الأيام يقدر يجي ويقول لي إنه أنت سويت شيء غلط بحياتك. إيش قد هالسانة أكو علي اتهامات، صح، اتهامات كبيرة جدا. اتهامات إنه أنا أنتمي التيار سياسي، اتهامات إنه أنا أنتمي. شنو اتهامات؟ أنت حتى قالوا إنه وصلت مرحلة إنه أخوك يعني من الأقرباء جدا على السيد وهو السبب في تواجدك مع المنتخب. سامح على مسامح بصراحة. يعني أنا هسه بالرياضة أحتاج واسطة. لا عماد محمد مو صحيح اسم. فهم شوف اتهامات، يعني مع الأسف. أنت بالبداية سامح على مسامح؟ لا سامح كثير سامح. يعني هذا الأمر أنا شوف الحمد لله والشكر لا أنتمي الجهة سياسية، ما أنتمي، ولا فد يوم راح انتمي الجهة السياسية، ولا أنا في يوم من الأيام أثرت علي جهة سياسية بعملي. أنا عملي وطني خالص 100% للعراق.